خلينا أصدمك، قرار التعويم كان أفضل قرار يتم اتخاذه في هذه الفترة. خلال الفترة الأخيرة في تسويقكم لمصر كدولة ممكن يتصنع فيها، هل في مستثمرين كتير بدأوا ييجوا مصر؟ المشاكل الاقتصادية اللي احنا فيها، احنا جزء من العالم، في العالم كله بيعاني. لما دخلنا في أزمة بتاعة الدولار وكانش في أي حل غير لما يكون في تحرير سعر الصرف أو التعويم، فطبعا ده أثر علينا كلنا. ولكن خلينا أصدمك إن ده قرار التعويم أو تحرير سعر الصرف كان أفضل قرار يتم اتخاذه في هذه الفترة. طب ده ليه علاقة بالصناعة يعني؟ ده ليه علاقة بالصناعة مباشرة. إزاي؟ هذا القرار ده كان طوق النجاة للمصانع اللي شغالة معتمدة على التصدير. هذا القطاع ده قطاع أساسي. قطاع التصدير، شركات التصدير فادهم جدا. طبعا قطاع السياحة نفس الكلام، وأيضا قطاع الاستثمار الأجنبي. بنشوف إن في مستثمرين موجودين بشكل دائم بيسألوا يا جماعة احنا محتاجين مكان، عايزين نستثمر، عايزين نعمل مصنع، هنقفل مصنع بره ونفتح هنا. طبعا ده بالنسبة للاستثمار الأجنبي. بالنسبة للتصنيع والتصدير، فكرة إن المنتج المصري المعروف اللي بسمعته كويس التكلفة بتاعته تقل بالنسبة للدولار، ده في حد ذاته عبارة عن جذب لأي شركة أو علامة تجارية بره كانت بتنفذ الأوردرات بتاعتها في دولة، ولقت إن مصر لا، أنا ممكن أرجع مصر تاني أو أنا أزود الإنتاج في مصر تاني لأن في ميزة. ده كله كان بعد تحرير سعر الصرف.